في عالم الأنظمة الموزعة أو Distributed Systems في قاعدة ذهبية تدرس في الجامعات بتقول مستحيل تضمن إن الرسالة توصل مرة واحدة بالظبط عبر الشبكة بدون تكلفة مرعبة تشيل السيستم. Exactly once is a miss. كل المسج بروكرز اللي في السوق كافكا، رابت، اكتيف ام كيو شغالين بالديفولت على مبدأ اسمه at least once delivery. يعني بنضمن لك ان الرسالة هتوصل، بس ممكن توجع دماغك وتوصل مرتين وتلاتة وعشرة بسبب الريترايز اللي شرحناها، او بسبب ان سيرفر وقع وهو بيبعت الكونفيرم. الرسائل المتكررة دي جاية للبرودكشن بتاعك ما فيهاش فصال. لو الكود بتاعك أعمى وبياخد الرسالة ينفذ البيزنس لوجيك على طول، العميل هيتخصم منه الفلوس مرتين، أو الأوردر هيتشحن مرتين، والشركة هتلبس خسائر بالملايين. هنا بيجي دور خط الدفاع الأخطر والأهم في السيستم ديزاين، مفهوم الايدم بوتنسي وبناء الدرع الخرساني اللي بيحمي الداتابيز. أهلا بيكم في كبسولة سيستم ديزاين جديدة. أنا مصطفى سليمان، والنهاردة احنا جايين نعرف بنبني الدرع ده ازاي جوه الكود. يعني ايه ايدم بوتنسي او متماثل القوة رياضيا؟ ببساطة هي خاصية في السيستم بتخليك لو نفذت نفس العملية مرة واحدة او مليون مرة ورا بعض بنفس المدخلات، النتيجة النهائية والستيت بتاعة الداتابيز تفضل واحدة ومبتتغيرش بعد اول مرة. زي بالظبط زرار الاسانسير، لو ضغطت عليه مرة واحدة الاسانسير هيجيلك، لو قعدت تضغط عليه 20 مرة ورا بعض بعصبية الاسانسير مش هيسرع ولا هيجيلك 20 مرة. هو متبرمج يفهم ان اول ضغطة هي الانتنت والباقي ملوش قيمة. العمليات في الداتابيس بتنقسم لنوعين: عمليات هي بطبيعتها ايدم بوتنت، زي مثلا set user status equal active، ده لو عدته مليون مرة النتيجة واحدة. وعمليات تانية كوارث مش ايدم بوتنت بطبيعتها، زي مثلا update وارد set balance equal balance minus 100، ده لو اتمسحت الشبكة وعدته مرتين العميل هيتخرب بيته. وعشان كده محتاجين نمط معماري يحمي العمليات دي، نمط الانبوكس باترن. ازاي بنبني الانبوكس باترن او الايدم بوتنت كونسيومر جوه الكود؟ التكتيك قايم على ان كل رسالة او ايفنت بيطلع في السيستم لازم يكون معاه يونيك ايدنتيفاير، كود فريد مستحيل يتكرر، زي المسج اي دي او ترانزاكشن اي دي. جوه داتابيز الكونسيومر بنبني جدول مخصص اسمه الانبوكس او البروسيسد مسجز، وبنخلي عمود المسج اي دي هو البرايمري كي مستحيل يتكرر. اول ما الكونسيومر يستقبل اي رسالة وقبل ما يلمس البيزنس لوجيك بيفتح داتابيز ترانزاكشن ويعمل الاكشن ده، بيحاول يكتب المسج اي دي جوه جدول الانبوكس. لو الرسالة دي جديدة وأول مرة تيجي الداتابيز هتوافق وتكتبها بنجاح، فالكود يدخل ينفذ البيزنس ويقسم الفلوس ويقفل الترانزاكشن بالتمام والكمال. أما لو الرسالة دي متكررة وجاية بسبب ريتراي، الداتابيز فورا هتضرب في وشه برايمري كي فايوليشن اكسبشن. الكود يفهم على طول اوبا الرسالة دي أنا شفتها وعالجتها قبل كده. في ثواني الكود بيعمل الرول باك ويبعت اكنولجمنت للبروكر عشان يمسح الرسالة المتكررة دي من الطابور، وبكده حمينا داتابيز الشركة بنسبة 100% بالدرع الخرساني ده. الخلاصة الهندسية للنهاردة: ما تبنيش كونسيومر في حياتك من غير ما تخليه ايدين بوتنت. الانبوكس باترن باستخدام المسج اي ديز هو ضمان الامان والداتا انتجريتي لفلوس وعمليات شركتك. فهمنا الايدن بوتنسي وبنينا الدرع الخرساني، وبقى السيستم بتاعنا ما بيخافش من التكرار. عظيم جدا، لان الدرع ده مش بس بيحميك من اخطاء الشبكة،
ده هو المفتاح والشرط الإجباري الوحيد اللي هيخلينا نعمل تكتيك خارق وسحري في الكبسولة الجاية. تكتيك السفر عبر الزمن وإعادة الاستماع للتاريخ كله في كافكا لو الكود طلع فيه بج. ازاي بنرجع بالزمن لورا ونصلح ديتا ميتة من يومين. استنونا في الكبسولة الجاية مع آلة الزمن، السفر عبر التاريخ، وإعادة الاستماع للإيفنتس. ما تنساش تعمل لايك لو الكبسولة دي رتبت دماغك، واشترك في القناة عشان توجه الكبسولة الجاية لدماغك فورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.